السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعيني الكرام. كشف الخبير القانوني يعقوب المطير عن الموقف القانوني للنادي الأهلي السعودي بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإصدار عقوبة نهائية ضد النادي بالحرمان من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي الانتقال المقبلتين. وقال يعقوب المطير خلال تصريحات لفضائية SBC الرياضية إن الأهلي يجب أن يتقدم فورا برفع طلب تدابير وقتية إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي كاس من أجل رفع قرار الإيقاف بشأن مؤقت، منيبا أنه من الأفضل أن يطلب الأهلي تدابير وقتية قبل فترة الانتقالات المقبلة والتي تبدأ من عندها عقوبة النادي. وأضاف: شروط محكمة كاس صعبة ونسبة قبول طلب التدابير الوقتية للأهلي ضئيلة. يجب أن يقدم الأهلي ما يثبت وقوع الضرر عليه وأن يسدد كامل عقد لاعب بما يثبت حسن النية، ولكن شروط المحكمة ليست سهلة، وإذا لم يتم قبول التدابير الوقتية فإن الأهلي سيمر موسم كامل دون تسجيل كما حدث مع الهلال. وفي سياق متصل أكد يعقوب المطير أنه في حالة عدم قبول التدابير الوقتية فإن الأهلي لن يتمكن من قيد الصفقات الجديدة التي تعاقد معها بدءا من الموسم المقبل، وهم ثنائي التعاون سميحان النابت وفهد الرشيدي ولاعب الهلال عبد الله عطيف. وأضاف: أما عن اللاعبين المعارين وعلى رأسهم عمر السومة وإزجان إلوسكي فإن الأهلي بإمكانه استعادة المعارين لأنهم لا يزالون مقيدين في كشوفات الأهلي وغادروا النادي بصفة الإعارة وليس الانتقال النهائي، كما أن الأهلي بإمكانه تمديد عقود لاعبين حاليين في الفريق.